ومنورين يا شباب. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نغير باسورد الواي فاي ونغير اسم شبكة الواي فاي ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ونختار الحماية لشبكة الواي فاي. تمام، كل ده هنبدأ نعمله في فيديو النهارده. طبعا النهارده احنا هنتكلم عن الراوتر موديل اتش 188 تمام، سواء بقى شركه اورنج، فودافون، اتصالات، وي. طالما الموديل اتش 188 يبقى الشرح ده ليك. تمام، ولكن انا مشترك مع شركه اورنج، بس مش هتختلف خالص لان سيستم الراوتر هيكون كله واحد. اذا كان فودافون، اتصالات، اورنج، وي، موديل اتش 188 يبقى كل الشرح ده هيكون ليك. تمام، اول حاجه نكون فاتحين متصفح، هنكتب 192.168.1.1.1 ونقول انتر. هيبدا يفتح معايا كده. تمام، طيب هنا كاتب لك ويلكم تو اتش 188 بليز لوج ان، يعني مرحبا اتش 188 من فضلك ادخل. تمام، اول حاجه طبعا هيطلب منك هنا يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيه في ظهر الراوتر. امسك الراوتر اللي عندك واقلبه كده في الظهر، هتلاقي يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هنبدا نكتبهم في المكان ده، هنكتبه ونرجع مع بعض تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد هقول لوج ان. هيبدا يفتح معايا بالشكل ده. اختار حاجه اسمها لوكال نتورك، بعد كده هبدا اضغط على دبليو لان اللي هي دي. بعد كده هختار حاجه اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنضغط عليها. تمام، هيبدا يظهر معايا الشبكات دي. تمام، طيب لو الراوتر بتاعك فيه شبكه واحده اللي هي 2.4 او في شبكتين اللي هما 2.4 و5 جيجا هرتز، فما فيش مشكله. انت كل اللي عليك هتشوف الشبكه اللي هي شغاله عندك وهتبدا نعمل فيها الخطوات. انا بالنسبه لي قافل كل الشبكات ما عدا شبكه واحده اللي انا متصل بيها وهي اللي بستخدمها في الواي فاي، اللي هي اس اس اي دي 2 ومعمول عليها اون اللي انا مفعلها. تمام، والباقي هتلاقيه كله مقفول اوف. تمام، اول حاجه ابدا اضغط عليها كده هيبدا يظهر معايا بالشكل ده. طبعا اول خيار هنا اس اس اي دي نيم. اس اس اي دي نيم ده اسم الشبكه. انا اسم الشبكه بتاعتي حرف الاي. تمام، انا ممكن اجي اكتبها مثلا اي اسم، ممكن اجي اكتبها احمد مثلا. تمام كده انا غيرت اسم شبكه الواي فاي بتاعتي من حرف الاي الى اسم احمد، يعني هتظهر لاي تليفون مكتوب اسم شبكه الواي فاي بتاعتي احمد. تمام، طيب هنيجي للاختيار الثاني اللي هو اس اس اي دي هايد. اس اس اي دي هايد اللي هو خاص باخفاء الشبكه. لو معمول عندك على اوف كده يبقى تعرف ان الشبكه بتاعتك ظاهره لاي جهاز. طيب انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، هتعمل اخفاء لشبكه الواي فاي يبقى هتيجي عند اس اس اي دي هايد وهتبدا تعمل اون كده، يبقى انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي بتاعتك. بعد كده هتبدا تنزل على الحمايه، تختار اخر حمايه. بعد ما تختار اخر حمايه هتيجي اخر حاجه هنا الباسورد، هتبدا تكتب الباسورد اللي انت عايزه. طيب انا كتبت الباسورد ومش عارف انا كتبت ايه، حرف زياده، اسم زياده، فمش متذكر هعمل ايه. كل اللي عليك هتبدا تضغط على المربع ده اللي هو شو باسورد، هيبدا يظهر لك الباسورد اللي انت كتبته. تمام، انت كاتب حاجه غلط هتبدا تمسح وتبدا تعمل. تمام، بعد ما بتخلص الكلام ده كله بتبدا تضغط على كلمه ابلاي كده حفظ البيانات اللي انت عملتها. تمام، مجرد تضغط على ابلاي يبقى انت كده حفظت الاعدادات اللي انت عملتها بتاعت شبكه الواي فاي. تمام، او حفظ بيانات شبكه الواي فاي. تمام، انا بالنسبه لي هكنسل عشان انا عايز ارجع على الاعدادات بتاعتي الاساسيه. تمام، طبعا ده كان شرحنا النهارده ازاي تقدر تغير اسم شبكه الواي فاي، تغير باسورد شبكه الواي فاي، تعمل حمايه، تعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.